اهلا وسهلا بكم يا زملكاويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايب لكم اخبار وتشكيله نادي الزمالك قبل مباراه سيراميكا كليوباترا التي تتم النهارده اليوم يوم الجمعه الساعه 9:30 مساء. مباراه هتكون من نار بين نادي الزمالك ونادي سيراميكا كليوباترا. بس قبل ما ابدا، يلا بينا كده نعمل لايك للفيديو واشتراك، ونكمل ان شاء الله الألف مشترك زملكاوي. رفض أحمد حسام ميدو التخطيط بنادي الزمالك. الحديث عن تجديد عقد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأبيض الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. أحمد حسام ميدو رفض إنه يتكلم عن أي حوار يخص أحمد السيد زيزو، أجل الموضوع لبعد مباراة سيراميكا كيلو، قال في قناة الزمالك إنه مش هيتكلم ولا هيفتح أي حوارات تخص أحمد السيد زيزو إلا بعد مباراة سيراميكا كليوباترا. يا جدعان، أنا واثق و90% إن شاء الله إن أحمد السيد زيزو هيمضي للزمالك، والزمالك مش هيتفرط في أحمد سيد زيزو سهل كده. لجنة الكرة في نادي الزمالك الفترة دي غير أي لجنة تانية، مش هي دي اللي بتمشي اللاعب وبعد كده نشوفه في النادي الأهلي. إن شاء الله زيزو هيكون في نادي الزمالك، كله بس كده مسألة وقت، واستنوا بعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اللي هي إن شاء الله هتكون النهاردة يوم الجمعة الساعة 9:30. وبعد كده إن شاء الله هيعلن عن قناة الزمالك وهيقول إن أحمد السيد زيزو مضى نادي الزمالك، ويكون خبر مفرح لجماهير نادي الزمالك. يلا بينا بقى نطير كده ونسمع تشكيلة نادي الزمالك اللي هتكون بدأ مباراة سيراميكا كليوباترا. تشكيل الزمالك المتوقع: في حراسة المرمى محمد صبحي، في خط الدفاع محمود بن تايك، حسام عبد المجيد، وصلاح مصدق، عمر جابر. في خط الوسط هيكون دونجا والسعيد وناصر ماهر. في خط الهجوم شلبي والجزيري، وطبعا الملك أحمد السيد زيزو. ده التشكيل المتوقع لنادي الزمالك. كل بقى الحوارات اللي عمالة دايرة إن أحمد السيد زيزو هيروح النادي الأهلي، وأحمد السيد زيزو مش عارف هيروح فين. عايزين نصبر لما نشوف الحدث بعينينا. جمهور الزمالك متخوف شوية. ليه متخوف أو خايف من الموضوع أو عاتلها من الموضوع؟ لأن قبل كده الأهلي أخد منا بن شرقي، وقبل كده خد مننا إمام عاشور. نادي الزمالك يخوف الحتة دي، بس كان الزمالك هو اللي بيفرط في اللعيبة دي. الزمالك هو اللي كانت قدامه اللعيبة دي إن يجدد ليها، وكان قدامه إن يجيب بن شرقي. كل اللي منعه إن ما عندناش إدارة بس بتقدر تخش في الموضوع وتخلص بدري، او مفيش فلوس تخلص اللعيبه دي. نادي الزمالك ان شاء الله ما يفرطش في احمد السيد زيزو، لان احمد السيد زيزو عنصر اساسي وعنصر كبير جدا لنادي الزمالك. حاجه تزعل فعلا لو دار ومشي. عشان تعوض لعيب زي ده حوار كبير جدا. على العموم مباراة هتكون كويسة جدا، هتكون بين فريق بيعرف يلعب كورة ونادي الزمالك اللي المفروض ينزل المباراة دي وعنده حماس كبير جدا لانه ما يفرطش فيها، يلعب بكل قوته. نادي الزمالك الفترة اللي فاتت كانت متغيرة شوية وما كانش احسن حاجة. زيزو يركز شوية في الملعب، ماليش دعوة باللي بره الملعب. يا ريت زيزو يركز في الملعب، لان الفترة اللي جاية دي بتاعته. الفترة اللي جاية دي بتثبت مين هو أحمد السيد زيزو، لأن بدأت الأخبار تكتر زيزو مستواه نزل. ما لازم، ما طبيعي لازم مستواه ينزل. واحد كل ساعة يوصل له رسالة أو خبر بإنه راح الأهلي أو راح فين مش عارف، طب هتقعد، طب هتمشي. مفيش ليه حل ولا حد راضي يعمل معاه أي حوار. وزي ما انتوا شايفين كده كله ضغط على اللعيب. زي مصطفى شلبي كده برضه مضغوط عليه، ومش هو ده مصطفى شلبي ولا كل اللي كنا بنشوفه منه. مصطفى شلبي نص إمكانياته اللي بيلعب بيها في نادي الزمالك. اه والله العظيم نص إمكانياته. ولحد هنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة وتفعل لي زر الجرس حتى يصلك كل جديد من أخبار نادي الزمالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.